وانا مودودة حاليا اهو. كل سنة وانتم طيبين. في ايه؟ في ايه؟ لسه واحدة. مين بياكل صحابه؟ بتاعت سايب واحدة راح اكلها بيقول فين بتاعتي التانية. انا مش قلت لك البس هدومك؟ انت قاعد ليه بالنص كم كده؟ هقص اخد هدومي ماليش دعوة مش هلبس. اخلص ده. مامتي منورانا. القصب والحاجات الجميلة اللي بتبقى في الغطاس. عيشتكم بقى الاجواء معايا اهو. ايه رأيكم؟ شايفين؟ انا حبيت اظهر لكم في الفيديو عشان اللي قبليه ما كنت ظاهره فيه. لا انا كنت مصوره بكاميرا خلفيه، فانا اللي كنت مصورهم هم بس، انا مش مصوره معاهم. واشرب لهم واحده تاني. انا هخلص كله النهارده. لا انا ما اكلتش منه. عشان لما اجي بكره اكل منه. لا اللي لا انت صايمه ما ينفعش تاكلي اصلا. بكره اكل منه. انت بكره هتروحي الكنيسه برضه وهتسيبي. ماشي بس هاكل اصلا. ما ينفعش اصلا فطاري. لا والله صحفت على بص الولد. عشان ما يخلينيش اكل منه. في فول كده كان طالع لي من تحت. قول لهم حطوا لايك. حط لايك، اشتركوا في القناه ودوسوا على زرار الجرس. قول لهم يا ماسيو كان رحت السوق وجيت. كنت عايزه اصور لكم في السوق بس ما عرفتش. السوق كان زحمه جدا جدا جدا. كل سنه وانتم طيبين. الناس كلها بتجيب ولاس. السمك بقى مركون على جنب خالص. نعم حاضر. السمك بقى مركون على جنب خالص، محدش باصص له النهارده وكله بيجيب الولاس. الولاس بكام النهارده؟ ب30 و35 عندنا في السوق. يا ترى عندكم بكام؟ قولوا لي. تعالوا اوريكم بقى جبت ايه. رسالة كده حلوه ومحترمه. بصوا دي 2 كيلو. تجيبي واحده 2 كيلو على بعضيها غير ما تجيبي 2 مع بعض. وعامه كله جميل يعني. بصوا القلقاس تعرفيه حلو لما يكون احمر كده من فوق ومبسبس كده كانه عنده حبوب، عنده حب الشباب. ماشي. وجبت بقى حط كده على جنب. جبت السلق بتاعه اهو. ده السلق بتاعه. جبت 3 حزم على قد الكميه اهو. وكمان كزبره ده اساسي اهو. خضرتنا الجميله. الحاجات دي بقى حاجه الصباح كده يعني. انا كنت في الكنيسه، طلعت من الكنيسه على طول على السوق، على طول على السوق. ماشي. طماطم 5 جنيه. لقيتها جميله 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 زي ما انتم شايفين اهي. مفيش اجمل من كده. شايفين الجمال؟ انا ما عنديش طماطمايه واحده ما عنديش، فجبت كميه. جبت كمان كمون حصى. جبت كزبره حصى هنطحنهم مع بعض. وجبت كمان وانا معديه كده دخلت على بتاع الصابون، جبت بريكس حلوه قوي، منظف حلو جدا مع بعضينا برضه هنستخدمه. يلا بينا نعمل القلقاس بتاعنا. كل سنه وانتم طيبين. نجهز بقى الغدا بتاعنا. اوكي يلا. يا صباح الفل والورد والياسمين. تعالوا بقى نبدأ يومنا ونشوف هنعمل ايه. طبعا صبحت عليكم الاول وخدت بعضي كده في بداية اليوم وريتكم. اول حاجة في بداية الفيديو ده كان بالليل، ده كان قبليها بيوم بالليل. زي ما شفتوا كده جبنا قصب بقى. كل سنة وانتم طيبين. وقعدوا ياكلوا قصب وانا بقى عشان كنت صايمة فما عرفتش اكل قصب معاهم، ولا جاستن كان بيذلني زي ما شفتوا. وبعد كده جيت تاني يوم بقى رحت الكنيسة وطلعت من الكنيسة على السوق وجبت الخضار زي ما انتم شايفين. جبت القلقاس وجبت الخضره وجبت كمان بهارات عشان ما كانش عندي بهارات. وقلت يلا بينا يا بت نروح البيت نعمل بقى ايه الاكل بتاعنا النهارده وغدا النهارده. بصوا بقى الخضره جميله ازاي. وده السلق الجميل بتاعنا اهو. جبت 3 حزم زي ما قلت لكم. ده شكل السلق لان على فكره السبانخ شبهه، بس الفرق بينه وبين السبانخ ان في اخر العود كده من فوق بيبقى فيه حتت حمراء. ده ما بيبقاش فيه حاجه كده زي ما انتم شايفين، بيبقى عامل زي كانه متقطع كده. هو ده السلق. يلا بينا بقى هوريكم النهارده طريقه عمل القلقاس. بس القلقاس النهارده هعمله بطريقه مختلفه غير كل سنه.
هشارككم معايا الطريقه النهارده. كل سنه وانتم طيبين وعيد غطاس سعيد عليكم. والله الفيديو ده كان المفروض ينزل لكم امبارح بس انا ما فضيتش خالص. حقكم عليا، حقكم على راسي، حقكم على راسي. زي ما شفتوا كده، اول ما دخلت حطيت الخضره والسلق بتاعنا في ميه وخل عشان ايه؟ ينزل كل التراب اللي فيه، وبعد كده هغسله غسله محترمه. جبت بقى القلاسه بتاعتي، وطبعا عشان انتوا زي ما انتوا شايفين القلاسه كبيره وجامده، بتبقى جامده جدا. نادي جوزي هو اللي قطعها لي. هوريكم دلوقتي طريقه التقطيع، ودي اسهل طريقه بالنسبه للقلقاس. انت بقى لو جايباه صغير هيبقى سهل بالنسبه لك جدا، فالموضوع ده هيبقى حلو بالنسبه لك. هو كان عايز يقطعها لي حته بالطول وحته بالعرض ومش عارفه ايه، قلت له لا، عشان اعرف اقطعها وتبقى قطعه السلق قطعه كده متساويه وحلوه، تقطعها لي زي ما بقول. بس هو طبعا ايه، بسبب ان هي جامده ما كانش قادر فعلا يقطعها، فجاب حته من اليمين على حته من الشمال وزي ما طلعت معاه. المهم اتقطعت في الاخر يعني. بصوا زي ما انتوا شايفين كده بنقطعها بالعرض، ده التقطيع الصح ليها عشان تعرفي كمان تقشريها وتبقى سهله معاكي في القطيع. طبعا انا مش هغسلها خلاص، بقالنا كده داخلين في 3 سنين اهو، دي 3 سنة ما بنغسلش القلقاس، لان الماده اللزجه اللي فيه دي يا جماعه والله العظيم دي اللي هي فيها كل الفايده. خدوها كده نصيحه مني، والناس كلها بتقول نفس الكلام، ولا ماده سامه ولا اي حاجه. بقالنا 3 سنين اهو بناكله وزي الفل. القلقاس يا جماعه ما بيتغسلش. كنا الاول بنغسلوه بيطلع عنا بملح وخل وليمون وميه سخنه وميه ساقعه، وكان بيطلع عنا عشان نطلع الماده اللزجه اللي فيه ده. وطلع ان احنا اساسا كنا بنشيل فايدته اساسا كلها، وهو فايدته رهيبه القلقاس. زي ما شفتوا كده بقى هجيب فوطه نظيفه محترمه، وطبعا منضفه ايدي. وعايزه اقول لكم ان انا مسحت القلقاسيه كويس جدا بفوطه برضو قبل ما جوزي كده يمسكها ويقطعها، عشان لو فيها تراب فيها اي حاجه، هي طبعا بيبقى فيها ده طبيعي، ما يطلعش في ايده ويوسخ القلقاسيه من جوه. فاهميني؟ بصوا بقى بقشرها ازاي، سهله جدا التقشير اهو. هو لما قطعها لي قطع بقت سهله جدا في التقشير اهو. بتقشريها زي كانك بتقشري بطاطس، غير بقى الاول لما كنا بنمسك القلقاسيه كلها ونفضل نقشرها من فوق ومن تحت، وكنت بتعور منها، لازم ايديا تتفتح لازم. فالطريقه دي سهله جدا اهو. بصوا بتجيبوها من فوق كده وتقشروا. لو انت عايزاها بالدايره زي ما هي تمام، مش عايزاها بالدايره زي ما هي ابتدي بقى ايه، قطعيها زي ما انت شايفه كده بالطول، وبعد كده قشريها من الجناب. بصوا بقى التقطيع سهل جدا. خلاص بقى قطعتيها بالعرض وبالطول مكعبات، وابتدي بقى قطعي المكعبات. حجم المكعب ده براحتك انت بقى، عايزه تعمليه كبير تمام، عايزه تعمليه وسط، عايزه تعمليه صغنن. انا بحب ما بين الوسط والصغنن، ما بحبش الحجم الكبير. تمام زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا التقطيع، بصوا لون القلقاسه جميل ازاي، شايفين نضيفه وحلوه ازاي. على فوطه وتسيبيها، ما تجيش جنبه تاني، يبقى ما تحطيش اي حاجه عليه، ولا ملح ولا ليمون ولا اي حاجه. هو بس انت ايه، خدي بالك وانت بتقطعي الاول ان هو يبقى نضيف وتبقى ايدك نضيفه. تمام. وانا الخشبه دي على فكره قبل ما اقطعه غسلتها ومسحتها، يعني بعد ما قطعتها، بعد ما قطعها لي شلت كده على جنب وقشرتها، رحت غاسله الخشبه تاني ورجعت قطعتها. شايفين شكله بقى عامل ازاي؟ ده كماعه 2 كيلو. ده كام؟ 2 كيلو. انا كده بجهز كل حاجه عشان لما نبتدي نشتغل تبقى كل حاجه جاهزه معايا. وكنت مفصصه توم وسايباه على جنب، لان عندي التوم اللي انا مخزناه الله يرحمه خلص من زمان فمفتقداه، عايزه اقول لكم مفتقداه يعني. فالنهارده بقى احنا مش هنعمل القلقاس بس، ده هنروح بقى عند اخو جوزي، وهو شارككم معايا اليوم بقى ماشي ازاي، وهيبقى بدون مونتاج والدنيا جميله بقى ماشي. عشان الناس كانت بتقولي ليه يا هند ما بتروحيش عند حماتي الله يرحمها. يا جماعه احنا كنا بنروح عندها الاول فعلا، وكنا بنقضي اليوم هناك، وهي الله يرحمها، فبنكمل المسيره عند اخو جوزي. فهشارككم بقى معايا النهارده اليوم بدون مونتاج، عشان الناس اللي قالت لي اهو يا جماعه اهو مش حرماكم من حاجه، استنوا لحد اخر الفيديو هتلاقوني رحت هناك وحضرنا بقى الاكل مع بعض وكلنا والدنيا حلوه. هوريكم كل حاجه، هشارككم معايا كل حاجه وبدون مونتاج. تمام. هنا بقى ايه، تعالوا نكمل طريقه القلقاس. زي ما انتم شايفين دي الخطوه الجديده اللي عملتها في القلقاس غير كل سنه. ايه هي؟ ان انا حطيت الشوربه على النار بتسخن، وجبت طماطمايه واحده او 2 وضربتهم في الخلاط. وبعد كده جبت طاسه زي ما انتم شايفين حطيتها على النار
مع حته سمنه او زبده، ونزلت بعد كده بفص توم او فصين بالعدد مش كتير، ونزلت عليهم بالطماطمايه اللي انا ضربتها في الخلاط. حلو. هسيبها بقى على النار يا دوبك بس تغلي غلوتين، انا مش عايزاها تتسبك، هي يا دوبك تغلي غلوتين. فقلت بقى ايه، عبال ما تغلي الغلوتين تعالوا نعمله السلق. السلق زي ما معوداكم برضو بقالي بتاع 3-4 سنين اهو بنعملوه في الخلاط. انا ما بسلقش، في ناس بتحب تسلق السلق، لا انا ما بسلقهوش. الطريقه دي سهله وبسيطه. بمسك كده الورقه وبقطعها، بشيل العيدان منها خالص، انا محتاجه الورقه. طب هتضربي بايه هند عشان تمشي الخلاط؟ بشويه شوربه، مش هكتر، شويه شوربه عشان الخلاط يمشي معايا. وعايزه اقول لكم طلع عيني عبال ما اضرب الحبه الاولانيين دول، مع انه والله يعني الخلاط مش قديم، جديد، بس بصوا مطلع عيني كانه بقاله 500 سنه معايا، مش عارفه ليه مش بيضرب كويس ومطلع عيني. يمكن السكينه مش حاميه، مش عارفه، بس هو لسه جديد والله، يعني المفروض ما يبقاش كده. ضربنا كده اول حبه، وبعد كده هحط باقي السلق التانيين وهنضربهم ورا بعض. بعد كده اخر حاجه هحطها اللي هي ايه، الكزبره بتاعتنا، غسلتها غسله محترمه وهلفها كده لفه محترمه. وبعد كده بقى ايه، هفضل برضو ايه اقطعها مكعبات صغننه او بالطريقه ديت. بصوا اهو انا مسرعه الفيديو، على فكره الفيديو كان واصل لساعه وانا سرعته عشان ايه ما يطولش عليكم. اصحاب الباقات حبايبي، ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي، يا احلى عيله في الدنيا. كل سنه وانتم طيبين، عيد غطاس سعيد عليكم. وبشكركم في كل تعليقاتكم الجميله اللي بتكتبها لي ولايكاتكم الجميله اللي بتحطها لي. بشكر كل اللي بيخش كده الفيديو وبيثبت وجوده وبيحطوا لي لايك. يا ريت ما تخشيش في صمت، لو دخلت القناه وعجبك الفيديو حطي لي لايك، مش هتخسري حاجه، حطي لي لايك، والله اللايك مش بفلوس يعني. تمام. وبشكر كل اللي انضم جديد للقناه، نورتوني وشرفتوني، ويا رب كده اكون عند حسن ظنكم، واكون فعلا بديكم كده طاقه وتحفيز تقوموا تشوفوا اللي وراكم وتشتغلوا كده معايا، ويكون محتوايا كده ايه حلو وبيعجبكم. بصوا بقى هنا انا خدت السلق وبمصفى وصفيته، لان اللي هو صفيته ده هنعمله بيه الطشه في الاخر. تمام. نزلت كده بالخضره اللي ضربتها في الخلاط على الشوربه بتاعتنا. قبليها زي ما شفتوا نزلت بالطماطم الاول اللي كانت على النار، وقلبنا كده تقليبه حلوه. وبعد كده نزلت بالسلق. تمام. طب ليه هند ما حطيتيش القلقاس زي ما متعوده الاول؟ بصوا يا جماعه، القلقاس انا لما بحطه الاول بيتهري، فانا عشان ما يتهريش هحطه اخر خطوه، لان هو ما بياخدش يا دوبك 10 دقايق وبتلاقوه استوى، لان ده الموسم بتاعه. فعايزه اقول لكم القلقاس جميل جميل جميل، فمش محتاج ان هو يتحط من الاول. انا قلت اخليه ايه لاخر مرحله. ونزلت بعد كده بشويه ملح وكزبره وشويه كمون وشويه فلفل اسمر، كل ده ايه على الشوربه اللي هي الخضره اللي احنا عاملينها دي، ومكعب مرقه. وهسيبهم كده يغلوا غلوتين على نار هاديه. ونجيبه بقى اللي طلعناه من السلق بعد ما صفيناه، وهفضل كده اقلبه في طاسه من غير سمنه ومن غير اي حاجه لحد ما يغير لونه زي ما انتوا شايفين. اول كده بقى ما لقيت الشوربه بتاعتنا غلت كده غلوتين، خلاص انا يا دوبك هطش وخلص كده القلقاس. فقلت بقى قبل ما طش والطشه كده على النار ابتدي اعمل ايه، انزل بالقلقاس بتاعي. وهعمل لكم خطوه حلوه جدا، ما تخليش الشوربه بتاعه القلقاس تبقى غامقه كده ولزجه كده، اللذه اللي فيها دي تروح. ايه هي؟ عصره ليمونه. ايه هي؟ عصره ليمونه، مش كتير، عصره نص ليمونه، مش كلها كمان، نص ليمونه. هتدعولي على الخطوات ديت والله لو جربتوها. هنا بقى كانت السلق بتاعنا كان خلاص اهو اخد لون غامق شويه، فنزلت بقى ايه بمكعبين كده زبده. وبعد كده هنزل بالثوم بتاعي ومعلقه كزبره كده محترمه، ونبدا نعمل الطشه بتاعتنا لحد ما تاخد لون غامق شويه، مش محروق، غامق مش محروق يا جماعه. تمام. حطيت مكعب زبده تاني عشان هي كانت محتاجه، يا سمنه اللي موجود عندك. تمام. وهبتدي انزل بالثوم المفروم بتاعي. هفرم بقى الثوم اللي انا كنت مفصصاه، والله كنت مرتاحه من الكلام ده كله، بس يلا الحمد لله. كلها كام شهر كده وينزل تاني الثوم الجديد، ونبتدوا برضه نخزنه مع بعض زي ما متعودين. اقلب بقى كده تقلبتين 3 حلوين زي ما شفتوا كده، اللون خلاص رايح يغمق. نزلت بالكزبره بتاعتي وهبتدي انزل على القلقاس بتاعي اهو. احلى قلقاس هتاكلوه في حياتكم، وحياة ربنا احلى قلقاس هتاكلوه في حياتكم. تحفه تحفه تحفه. كنت عامله جنبه لحمه، والشوربه اللي عملت بيها كانت شوربه اللحمه، حمرتها بعد كده
وخدنا اللي فيه النصيب عشان ناكله بقى ايه مع بعض هناك عند اخو جوزي. بناخد كده القلقاس. هما كل سنة بيستنوا القلقاس انا اللي اعمله، حتى ايام حماتي الله يرحمها كانت بتستناني يعمله ووديهولها، يا كنت بروح اعمله هناك. فدي عادة، ربنا ما يقطعها لنا كده عادة يا رب، وما يفرق حد عن حد يا رب ابدا ابدا. بصوا بقى القلقاس هنا استوى خلاص بقى زي الفل. طفيت عليه وعايزه اقول لكم بصوا يعني هو خلاص يعني، بس قبل ما اطفي عليه حطيت شويه بهارات برضو، حطيت فلفل اسمر وحطيت كزبره وندعه كمون صغيره، وناديت بقى جوزي يدوقه عشان انا كنت صايمه ما ينفعش ادوقه، فقلت له عايز ملح ولا لا، فقال لي عايز ملح، فحطيت شويه ملح وكده. القلقاس بقى جاهز معانا. بص اللون بقى والجمال. تعالوا بقى نروحوا عند سلفتي ونشوف هنعمل ايه. شباب اللي بتاع حماري ده؟ لا حماري بوتاجاز هنا؟ على البوتاجاز ولا عادي؟ ايه ده؟ هفضيها وبعد كده نحطها على البوتاجاز. خلاص. انتي ما بتحبيش القلقاس انا سامعه. انا ما بحبوش. ليه؟ اعمل كيس الملوخيه. ما بتحبوش؟ طب دوقي كده. لا دوقي بس. دوقي بس والله لا تدوقي. شيله. وامانه قولي طعمه ايه لان انا ما دقتوش وانا بعمله. انا بصور. بجد؟ والله العظيم بجد؟ بجد؟ كده مارينا يلا. حط التليفون على بامانه تحفه. بجد؟ والله ما دقت ولا اعرف طعمه ايه. بامانه حلو. بتقولي حلو. بس عايز اقول لك دس التليفون. هي فينه. تليفون معايا بصور بيه. ايه يا مارينا؟ لا التليفون. وطعمه تحفه. حلو. والله باكل منه. طعمه تحفه تحفه. رجعت بكلامها من رأيي. لا التليفون عم رامي. قول لعم طب رامي. يعني اكتر الملوخيه ولا لا؟ ايه؟ اكتر ولا لا؟ لا ما تكتريش. دونا شوية صلبة هنا. هاتي وروحي لعم رامي. هاتي كلمي عم رامي. اطلع دول قدام عشان اشكل. يلا بينا. انت على النار. نجيبه دي. خليه معايا كده زي ما هم. استنى. حط مع الرخامه. تجيبيهم؟ هتجيب اللحمه تحطيها طيب؟ هتنفع معاهم؟ تنفع. عندك هم صح؟ العلبة اللي صفرا دي. شوف عند رامي. لا استنى مارينا تعرف. امك دايما الكاميرا. طب هي مش هتكفي. لا حطيهم حته. مش هتكفي اللحمة. حطيها. عايز صينيه ثانيه يعني؟ لا استني يحمروا يطلعوا يحطوا اللحمة. ولا ايه رايك اهم؟ ماشي لو عايز صينيه ثانيه فيهم. حطهم وزعيهم زي ما يجي. فلفل اسمر وملح. بس زي الفل. بس التليفون. افتح ال بس. ايه ده دي نشفة؟ جربي طيب. ماشي. عادي ولا ايه؟ نحط. ايه اللي عادي ولا ايه؟ انا بحسبك مخلطاها وشايلاها. لا كده دي بقولك ملوخيه الصعيد. يا سيدي. لا 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 فيهاش كلام دي ما فيهاش كلام. استني مارينا مش معلقة دي هي بتصور. حطه وشيلي. شوية ملوخية صعيدي ملهمش حل. فلفل اسمر زي طعمها زي العسل، مش محتاجة حاجة ولا مرقة ولا أي حاجة. بصوا جميلة 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 ملهاش حل، ملهاش حل. بصوا بقى الرز بتاع الله 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 جامد. غرافي. يلا بينا بس كفايه بيقصيها. يلا بينا. وشويه العلعاس اللي مالهمش حل. جامدين جامدين صح؟ تحفه 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 بجد. تسلم ايدك حبايبي ليا. ده انا اول مره اكل
القلقاس بالطعم ده. ما انت بتاكلوش يا مهرايل، بس انا دوقتهولك اهو. لا جامد. ولا انا برضو، انا عمري ما اكلته. بس بجد تسلم ايدك. يلا بينا. فين طبق الرز بتاعنا؟ اي طبق. تعالى ماشي جنبي عشان اكلك. الملوخية دي ملهاش حل. جامده. الحته من تحت. والله ياخد ده. ياخد شوية الملوخية لا صراحه لا عليك. ملهاش حل. لا لا دي مرتك اللي عاملاها مش انا. لا نورة والله. والله بجد الرز ملوش حل كمان. لا نورة. هات بتاع. طب هو ده على خير. اديني بقى يا بنت يا مارينا. هاتي معلقه. منظر كده جماعي عشان طب انتوا خدتوا كل واحد كرسي وبقيت الناس دي تقعد فين؟ عادي ممكن في الفيديو انا هاخدها اللقطات. تعالى انت. كده فيديو؟ بس زي الفل. رامي تعالوا فكرة جنبي. بصه كده حلوه عشان نصور المنظر ده. يلا مارينا. يلا.